Артур молится. Блядь, честно? Так тебе и надо, дебил. Вы испугались? Знаете, что обидно? Артур! Да! Потому что карма настигла Бивола. Иди к своей Мармаре. Вот мое истинное лицо. Нет, честно, иди к Мармарихе. Я была права. ديمتري بيفول واحد من ألمع أبطال الملاكمة في الوقت الحالي، معروف بثباته وبروده داخل الحلبة، لكن عالم الملاكمة مش بس عن القتال، ورا الكواليس في حكايات تانية، تدريبات شاقة وانتصارات كبيرة، وأحيانا مشاكل شخصية ممكن تدمر حتى أقوى المقاتلين، والمشاكل الشخصية دي ساعات بتجيلك في أسوأ الأوقات، والبطل بتاعنا ديمتري بيفول وقع بالظبط في الفخ ده، وإمتى؟ قبل أهم نزال في حياته ضد أسطورتنا المسلم أرتور بيتربيف. بدأت زوجته السابقة كاتارينا تتكلم كتير ومن غير أي فلتر وبدافع الشهرة واللايكات والمشاهدات، ويمكن ده كان السبب الحقيقي لهزيمة بيفول، لأن كاتارينا عملت دوشة كبيرة جدا في وقت حساس جدا. اتحمست وعايز تعرف اللي حصل صح؟ استنى شوية وهنحكي القصة من البداية. زي ما بنقول المقاتلين أقوياء، ولكن في النهاية برضه هم بشر. النهارده هنستعرض اللي حصل في حياة ديمتري بيفول وازاي الخلاف مع زوجته تطور مع الوقت، لاننا ما نقدرش ننكر ان الامور دي بتأثر في نفسية اي رجل، والنفسية عامل مهم جدا لاي انسان وخصوصا اذا كان مقاتل. هنشرح التسلسل الزمني للاحداث، اسباب الطلاق، وازاي الجبل ده قدر يتخطى كل المشاكل دي. هتسمع القصة وتكتب لنا في الكومنتات انت مع اي جانب فيهم، انا واخد الفيديو من قناة اجنبية ومعدلك عليه ومترجمهولك عشان بس الناس الفقيقة اللي بتخش تقولك انت سارق الفيديوهات يا كوتش. وشكرا لكل راجل جدع بيدعمني، ويلا بينا نبدأ. The closest ones? Of course it's my kids, my wife, my parents. I mean, my coach is very close to me. Friends, I'm like other normal people, I guess, right? You know, she is a housewife. She looks after the kids, takes them to hockey, school, like she does everything with them. It's a big responsibility, but she is also a knowledgeable woman. ديمتري وكاتارينا كانوا متجوزين لمدة 16 سنة، وفعلا دعمت زوجها من أول يوم في مسيرته، كانت دايما جنبه في أهم النزالات وساعدته في حياته الشخصية والمهنية، وأنجبوا ولدين، وعلاقتهم كانت شكلها إن هي متينة وسعيدة. كاتارينا كانت بتهتم بالبيت والولاد، والناحية التانية بيفول مهتم بشغله وبمسيرته الرياضية، وفي كل مقابلة كان بيتكلم عنها بكل احترام ودفء، وبيوصفها بأنها امرأة متعلمة ومسؤولة وسند حقيقي له. ولكن مع مرور الوقت كل حاجة اتغيرت. نقطة التحول في علاقتهم حصلت بعد المعركة الكبيرة بين ديمتري بيفول وكانيلو ألفاريز سنة 2020، وهنا بيفول انتصر على كانيلو واكتسب شهرة عالمية ضخمة، ولكن النجاح ده كان له تأثير سلبي على حياتهم الأسرية. كاتارينا قالت إن بعد فوزه على ألفاريز بدأ إن هو يقضي وقت أقل مع العيلة، وبقى مركز أكتر على شغله ومسيرته، ومن اللحظة دي بدأت المسافة ما بينهم توسع. ومن وجهة نظري أنا شايف إن اللي عمله ده هو الصح، لأن نجاحه من نجاحهم. بعد ما وقع ديمتري عقود نزالات جديدة وبدأ يتدرب من غير أي فترات راحة، كاتارينا بدأت تحس إنها منسية، وبدأت تشك إن جوزها بيخفي جزء من داخله عنها وعن أولادهم. We started from a shitty mattress and it wasn't even ours. My friend gave it to us because I had rich friends and I'm from a well-off family myself. بعد الطلاق سنة 2023 بدأت كاتارينا تطلق اتهامات قوية ضد ديمتري بيفول، ومن أهم الاتهامات دي كانت النفقة. قالت إن ديمتري بيدفع بس $1100 في الشهر لأولاده رغم إن هو بيكسب ملايين من النزالات، وقالت كمان إنه بيخفي جزء كبير من أمواله في حسابات بنكية خارجية، وإن ده كان سبب الخلاف الرئيسي ما بينهم. Until he turned 22, Bivol was selling drugs. I found that out only when we got married. فهي ما اكتفتش بكده، وقالت انها اكتشفت بعد الجواز ان بيفول كان بيبيع المخدرات لحد سن 22 سنة، وانه اخفى عنها الماضي ده تماما قبل الجواز. الاتهامات دي عملت ضجة كبيرة جدا عند الجمهور، ولكن بيفول اختار الصمت تماما، معلقش باي حاجة من اللي قالتها. كاتارينا كمان بدأت تستخدم السوشيال ميديا عشان تفضح معلومات شخصية عن ديمتري بيفول زي اصاباته وحالته الصحية قبل نزالات مهمة، وده زود التوتر ما بينهم، خصوصا قبل نزال مع بيتربيف اللي كان المفروض يحصل في اكتوبر 2024. لكن كالعاده بيفول اتصرف بثبات ومعلقش باي حاجه على اللي هي بتقوله، وفضل انه يركز في تمرينه وفي حياته المهنيه. Divorce is a tough thing to go through for both people. What to do? There are certain difficulties in life that you just have to get over and move on. رغم كل الاتهامات الخطيرة دي من كاتارينا، اختار ديمتري ان هو ما يدخلش في حرب علنية معاها، فضل الصمت والتركيز في مسيرته. وفي بعض المقابلات أشار بشكل مختصر لموضوع الطلاق، لكن دايما كان بيتجنب التفاصيل. I hope that everything is going to be fine for me and her, for all of us.
Dima engaged to pay me $300,000. I gave him a 3-room apartment. It was stupid of me. He said he would give $200 for a flat, though its price was higher, and $100 from those $5 million sitting in the bank account. كاتارينا فضلت مصممة ان بيفول لازم يدفع لها $300,000 مقابل الشقة، وبتقول ان هو ما عملش كده. ومن هنا بقى بدأت كاتارينا الحملة الإعلانية الشرسة بتاعتها. Let's cancel the fight between Bivol and Beterbiev. Until Bivol pays 33%, until he engages to pay my sons 33% of the earnings. الموقف ده كان من أكتر اللحظات إثارة للجدل في الصراع ما بينهم. كاتارينا مش بس اتهمته إنه ما بيدفعش نفقة، لأ ده كمان طلبت من الناس إن هي تقاطع نزالهم القادم، وكمان طلبت إن يتم إلغاء زواجها السابق علنا. خد عندك دي كمان، قالت إن بيفول لازم يدفع 33% من أرباحه لولاده، رغم إنها أصلا كانت موقعة على اتفاق ما قبل الزواج بيحدد المبالغ دي من الأول. Why did I sign for such a small alimony? Right? Such a small sum for a millionaire because he threatened to take away the kids. كاتارينا قالت إن هي وافقت على النفقة الصغيرة دي لأنها كانت خايفة على الأولاد، خايفة إن ديمتري يستغل نفوذه وياخد منها العيال. وحكت إن خلال مفاوضات الطلاق قالت إن بيفول استخدم تهديدات علشان يضغط عليها إن هي توقع على اتفاق بمبلغ أقل بكتير من المفروض إن هي تحصل عليه. اسمع بقى اللي جاي ده عشان هيزعلك. Money is more important than the kids. And kids are officially mine already from August. Only mine. And they live only with me. So don't indulge in illusions, dogs. Yeah, son, hello. Now listen to me. Mother is with us every day. She does everything for us. And you do nothing. Why am I doing nothing for you? Father is working. You work for Marmer. To buy her diamonds, right? Son, who told you that I buy her diamonds? All of that is just... Oh, Mother today, Marmer was posting. And she said she feels so sorry for us. First of all, you listen here. Why are you talking like that? You are too young to talk like this. Why are you talking like that with adults? You can't talk like that, son. Fuck you. You and me, we have no problems with each other. And we buy you bicycles. المكالمة دي انتشرت زي النار على السوشيال ميديا وخلت الرأي العام يتجه ضد بيفول أكتر، وخصوصا بعد ما كاتارينا قالت إن الحضانة الكاملة للأولاد بقت معاها، وإن ديمتري ما بقاش له أي دور في تربيتهم، وإن لازم بيفول يدفع فلوس أكتر من كده لعياله. He was living off my mother's money. Like, he lived for 5 years in a 2,000 square feet apartment in the city center. Walked around with the keys, invited his friends. He was feeling loose. برضو التعليقات دي انتشرت في الإعلام وبين جمهور الملاكمة وزادت التوتر بشكل ضخم قبل نزال بيفول ضد بيتربيف. وفي النهاية قالت كاتارينا بلهجة مليانة غل قريب جدا الكارما هتوصل له وهيستحق اللي جايله. كانت بتلمح ان العدالة الإلهية هتنتقم منه بطريقتها، وعيلة قليلة الأدب ما كانتش بتتردد في إهانته بأي شكل علنا في المقابلات أو على الإنترنت، كانت بتسعى تجذب الانتباه بأي طريقة. اللي جاي ده بقى وحش قوي وكلام فاضح قوي، فأنا مش هقدر إن أنا ترجمهولك، بس هسيبه علشان الصورة تظهر كاملة، واللي هيفهم مبروك عليه. There was a quote about oral sex and that everybody does it. Like, I would do that with Alfredo. He's definitely bigger than... It's true. I prefer to call things by their own names. I'm not a hypocrite. If I had an opportunity, I would suck it. What? Everybody does that. الكلام ده كان فاضح جدا وخلى الناس تتصدم، بس حتى الفضايح دي ما كانتش كفايه بالنسبه لها، وفضلت مستمره في حملتها لتشويه صوره طليقها ديمتري. هجوم مستمر على السوشيال ميديا واهانات علنيه اكيد كان ليهم تاثير نفسي قوي على بيفول اثناء تحضيره للنزال. يا اخي الراجل مننا الحته دي بتوجعه قوي، نفسيه مهمه جدا. الست دي سممت عقول اولادها ضد ابوهم، والكل عارف ان الاطفال بيصدقوا اي حاجه تتقال لهم، خصوصا لما ما يسمعوش روايه من الطرف الثاني. Oh, how many alimony payers I've got here, dear Lord, who justify a father that doesn't provide for his children. There is only one excuse: if you are dead. He doesn't provide for us. He didn't send 1,000 today. He didn't even send 100,000 rubles to Mother. She bought us steaks on her own money. الفضايح اللي هي عمالة تعملها دي خلت الصراع بينهم يبقى حديث الناس، مش بس في عالم الرياضة، بقت حديث المدينة كلها والإعلام العام واللي ملوش علاقة بالملاكمة والرياضة أصلا. فالجمهور اتقسم لنصين، ناس شايفة إن كاتارينا ضحية، وناس تانية شايفين إنها بتستغل الموقف عشان الشهرة واللايكات. وفي لحظة غرور والشيطان راكبها قالت كاتارينا: أنا اللي صنعت بيفول وأنا اللي هدمره لحد ما يدفع لأولادي.
I made Bivol, and Bivol I will destroy until he pays my kids. I realize that I'm the light, that I'm a role model. You say that I'm an example for many people. You see, I am like you. I just have a bit more courage. بدأت تقدم نفسها على إن هي بطلة وبتدافع عن العدالة وحقوق أطفالها، وادعت إن السبب في نجاح ديمتري بيفول من الأساس هي، وإنها مستعدة تدمره لو ما التزمش بدافع حقوق أولاده. حاجة تجنن بصراحة. لما انت اندبندنت ومستقلة وجامدة قوي كده، عايزة ايه منه؟ بتضغطي عليه بالعيال ليه؟ رغم ان كل الإهانات والاتهامات والضغط النفسي ده، فضل ديمتري بيفول صامد بنفس الهدوء المعروف عنه داخل الحلبة، وما دخلش في أي معارك كلامية، وسكت عن أغلب الاتهامات وركز في شغله وتدريبه فقط. وفي الوقت ده كان لسه خسران كمان من بيتر بيف كل شيء. ازاي واحد بعد كل اللي بيحصل فيه ده يفضل صامد وواقف على رجله؟ يعني هو كان متعلق بقشاية في الماتش بتاع بيتر بيف، وبيقول انه لو كسب خلاص يبقى هانت وكل ده راح على الفاضي، ويقدر ان هو يركز لعياله ولمراته. انما كل ده بيحصل وكمان خسر. انت متخيل الصدمات النفسية اللي بياخدها؟ فبعد كل اللي هو مر بيه ده فضل مركز ومحافظ على هدوءه، وبيستعد للريماتش، للنزال التاني مع بيتر بيف اللي فاز فيه واستعاد كل ألقابه. وهو ده موضوع الفيديو اللي جاي إن شاء الله. وأحب أوجه رسالة لكل شاب: الصدمات النفسية اللي أنت بتاخدها في حياتك دي هي أكبر عامل بيقوي شخصيتك وبيخليك شخص لا تهزم. فأنت لازم تستعين بالله وتصبر وتفضل مكمل في طريقك. الفيديو اللي هختم بيه ده لبيفول بعد ما مر بالصدمات النفسية دي كلها وقبل مواجهة بيتر بيف. أسيبك مع الفيديو وخليك تشوف تطور شخصيته وصل لحد فين. وقبل ما أختم أحب أوجه شكري وامتناني ليكم يا أفضل جمهور في الدنيا. ابتديت بيكم وهكمل بيكم بإذن الله. Are you the coldest man in boxing? Coldest? Maybe outside, not inside. No emotion. I have it. Not too much. It seemed to help you against Beterbiev. I remember you saying a lot of his opponents, all of his opponents, they end up getting emotionally involved, maybe thinking he's scary, I'm gonna crumble. Not you. You're too cold. Yeah, because I think that emotions most of the time doesn't help us to deal with something. Of course, emotions is like spices for your life, but when you have some hard situation, you shouldn't use your emotions. This is how I think.